السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبايب قلب متابعين القناة. النهاردة عندنا تخزين الأفوكادو. بناخد الأفوكادو ونقسمه نصين بالطول، وبعدين بنشيل القشرة بالطول برضو كده. بنشيل القشرة كده بالطول. بعد كده بنقوم جايبين الأفوكادو بعد ما شلنا منه النقاية وشلنا منه البذرة بتاعته وشلنا منه القشر بتاعه، بنبدأ نقشره وبعدين نحطه في الكيس زي ما احنا حاطين النص ده كده وحاطين المجموعة دي كده. كل كيس بيبقى على قد كمية العصير اللي انا هعملها. حبايبي كده طريقة تخزين الأفوكادو في المنزل في البيت، بحيث ان احنا لما نحب نعمل عصير بالأفوكادو يبقى الأفوكادو بتاعنا جاهز. حبايبي إلى اللقاء في فيديو آخر جديد، لكم مني ألف تحية وألف سلام.